الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قصيدة للشاعر أبي عمر عبد الكريم الجعمي حفظه الله تعالى، عنوانها قهقهة القدور الرواسي من فطور عبد الكريم الضراسي. يقول فيها: ألا من مبلغ عني الضراسي مغلغلة أحد من المواسي، بها نصر لأهل الحق طرا ورضخ بالجلامد للخساس، من الجعمي يهديها لقوم أرادوا أن أذيقهم لكاسي. إذا قلنا سنسكت قام قوم يثيرون الخلاف على أناس، فندفعهم بحسن القول طورا وطورا بالسياط وبالشكاس، فمن لم يندفع بجميل قول دفعناه بأحجار وشاسي. وهم من أحدثوا في الصف شرخا وما قبلوا بوصفات النطاس، وما زالت زوابعهم علينا تثار بغير حق أو أساس، تزكي بعضكم سفها وطيشا وتطعن بالنجوم وبالرواسي، فمن هو أحمد وزهير حتى تزكيهم خسئت أيا ضراسي، وتنزع عنك ألقابا ضخاما وقد صارت عليك بلا مقاسي، لتعطيها الشهاري وهو منها بثوب الزور عار غير كاسي، كمن أهوى لعصفور بذبح ففر من الأنامل والمراسي، وقد قالوا له من قبل دعه ليرعى في الحدائق دون باسي، فآلى حلفة ألا يدعه يغرد في الرياض بلا احتراس، فلما أن رآه على بجو وليس براجع للافتراس، فأطلقه لوجه الله يأسا ولم يطلقه من قبل الإياس. ومن سمع الثناء يظن أنا أمام الأصمعي من الحماس، فأي بلاغة فيها برزتم ولم تتقن بها فن الجناس، فلولا أنني أنأى بنفسي لأوجعت العقارب بالمداس، وما أنا قد أسأت لها ولكن لأنفسها أساءت بالتماسي، كذاك براقش دلت قديما على أهل لها والليل غاسي، وهب زكاك مقبل أمس لما رآك على الطريقة لانتكاسي، ولو علم ابن هادي أن ستغدو على طلابه ضراب طاسي، لكان لكم يقشر ما علمنا عصاه ليقرع الباغي براسي، كما قرع الأولى خرجوا قديما عليه بساعد أقوى وفاسي، وما حصر الورى دينا بيحيى ولكن كان ذلك بالقياس، حمادين الهدى أن يعتريه دخان من عميل أو سياسي، كذا طلابه صانوه عن أن يلطخ بالمطامع والكراسي، وذلك كله من فضل ربي عليهم والكثير من الأناس، وسحبك للبساط بساط يحيى زعمت كأن ذلك في نعاس، فليس بوسعكم رفع لقوم وليس بوسعكم خفض لناس، وقبلك قال هذا القول قوم فلم يجنوا سوى حر المآسي، فلو كان المصير إليك في ذا لكان الأرز يخطب والتباسي، ولكن المصير إلى إله وليس بغافل عنا وناسي، ووصفك للفطور أراع ضيفا ولم تطعم به حتى البساس، كما العنقاء معروف باسم ومجهول بجسم أو حواسي، وقد عاف الضيوف الله منه كما عاف الذئاب من النعاس، لعل لهم نوايا صالحات بها نجوا من الكرم القياسي، وقد عاف الضيوف الله منه كما عاف الذئاب من النعاس، لعل لهم نوايا صالحات بها نجوا من الكرم القياسي.